كتير من مرضى السكر بتجيلي العيادة ونقعد نقول لهم بقى وقف أكل كذا ووقف أكل كذا، مبقاش عارف ياكل ايه. فاحنا قلنا نحط نظام للتلات وجبات ومناسب لكل الطبقات، يعني لا حاجة غالية ولا حاجة تكون مكلفة ولا مرهقة للعيان، ونظام صحي ينفع لكل مرضى السكر. هنفترض ايه؟ ان احنا عندنا الفطار، وخلي بالك احنا بنثبت مواعيد الاكل، ده اهم حاجة، نثبت مواعيد النوم، نثبت مواعيد العلاج. الفطار بتاعي رغيف بلد صغير او نص رغيف كبير، بيضة مسلوقة، فول بدون زيت او ممكن نحط زيت زيتون شوية صغيرين، جبنة قريش، خضار وسلطة تثبت معايا في كل الوجبات. اتفقنا؟ الشاي هنشربه بعد الاكل، يبقى سكر دايت او بدون سكر. الغدا هناخد بروتين ويكون مشوي او مسلوق، ربع فرخة مثلا مشوي او مسلوق، بلاش زيوت. هناخد 5 معالق رز او مكرونة او برضو رغيف بلدي، منزودش عن 5 6 معالق. طبق سلطة كبير، خضار مطبوخ، بسلة لوبيا فاصوليا. والشاي برضو بدون سكر او سكر دايت. العشاء زبادي لايت من غير سكريات من غير حاجة، بيض مسلوق، جبنة قريش، نص رغيف بلدي برضو، وسلطة خضار اللي هي خيار وجزر وطماطم وخس والحاجات دي. ولو هنشرب كوب اعشاب زي ينسون او نعناع. ده يعني خد كده الصفحة سكرين شوت، وده نظام صحي لمريض السكر بدون اي مشاكل. عايزين ما بين الوجبات، لو احنا قسمنا الوجبات دي كل 6 ساعات مثلا، ده الساعة 8، ده الساعة 2، ده الساعة 8، او يعني هنثبت المواعيد بتاعة الأكل ومبقاش فترات طويلة ما بين الأكل وبعضها. ما بين الوجبات وبعضها هناخد سناكس مثلا، وليكن ثمرة فاكهة، سلطة، الحاجات دي مهمة جدا.